بسم الله الرحمن الرحيم. معكم خالد نصر في اسيست بيبو. النهارده هنتكلم عن مباراة منتخب مصر ومنتخب موزمبيق اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. طبعا الناس زعلانه جدا ومتضايقه جدا من الاداء ومن النتيجه. نتيجه حطت المنتخب في موقف صعب جدا، يعني ممكن قدام غانا الماتش الجاي ممكن يبقى يعني خلصت القصه. هو ان شاء الله يعني ممكن نتعادل او نكسب، وده الارجح، لكن المنتخب حط نفسه في موقف صعب جدا 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 جدا، موقف وحش هيعاني منه. منتخبنا بدأ بتشكيل الشناوي مفيش عليه خلاف، محمد هاني مفيش عليه خلاف، محمد حمدي باك ليفت مفيش عليه خلاف، اتنين مساكين احمد حجازي ومحمد عبد المنعم. انا وجهة نظري احمد حجازي ما ينفعش مجاملة، ده لاعب ما لعبش ولا مباراة في الدوري بتاعه، ولا مباراة. ازاي يجي يلعب معاك اساسي؟ ازاي؟ بدني مش جاهز، فني مش جاهز. محمد عبد المنعم لاعب مغرور جدا جدا جدا، مؤخرا بقى مغرور جدا 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 وبيتعالى على الكوره، بيتعالى على الكوره واضحه جدا يعني. لكن وجوده كان شغال، مفيش فيه مشاكل. تعالى للثلاثه اللي في نص الملعب. زيزو مش لاعب نص ملعب، النني ما بيلعبش في الارسنال. طب ايه؟ حمدي فتحي انت حاطه في حته مش بتاعته، انت طالب منه يبقى هو اساسي في صناعه اللعب جنب تريزيجيه، مش بتاعته. حمدي فتحي بيبقى رقم ستة قوي، بيطلع يشارك في هجمات قدام احيانا، احيانا، لكن دي مش بتاعته، مش هيديها لك كويس. فانت طبعا كان نص ملعبنا النهارده ضايع ضايع، ولا ضغط ولا صناعه ولا قطع كوره ولا اي حاجه، كان ضايع. فدول الثلاثه دول كانوا من وجهه نظري غلط. زيد بقى عليهم ان فيتوريا ولا قال لهم تعليمات ولا بدني كويسين ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. في ثلاثي امامي صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه. صلاح النهارده كان بيلعب رقم تسعة او جنب مصطفى محمد. انتاجها ايه؟ زيرو. انتاجها ايه؟ زيرو. على فكره النهارده زيزو ما كانش بيلعب صرف جناح، لا، كان شويه جناح وشويه نص ملعب، شويه جناح وشويه نص ملعب. اللي يراقب زيزو كويس هيلاقيه كان لازق ساعات في محمد صلاح جوه ال 18 وبره كمان. تريزيجيه النهارده سيء. مصطفى محمد جاب هدف جميل جدا، تحفه، تحفه بصراحه، عجبني جدا، حاجه من ريحه عماد متعب كده. لكن باقي الماتش ما كانش متواجد بقوه. محمد صلاح خايف على رجله، بس بقى خلصت. محمد صلاح خايف على رجله. في لعبه في الشوط الاول بتوضح الكلام ده بقوه، بقوه يعني. الولا ما جاش جنبه خالص، واول ما قرب منه قام سايب له الكوره. ده اسمه واحد بيخاف على رجله. بس محدش معترض، خاف على رجلك حقك، ده مستقبلك اصلا بره. بس نبقى كلنا عارفين الكلام ده، ما نقعدش ندافع بالنفاق، ما نقعدش ندافع بالنفاق. طبعا نزل مين؟ نزل مرموش مكان تريزيجيه، نزل عمر كمان مع مكان محمد هاني، نزل كوكا مكان زيزو، نزل امام عاشور مكان النني. تغييرات كلها لم تضيف شيء. امام عاشور لما بينزل تقريبا بديل مزاجه بيبقى مش رايق. امام عاشور وهو فرد اساسي غير خالص، امام عاشور وهو بديل كان سيء جدا، كل تمريراته غلط، ما بيقطعش، تسديداته وحشه، كل حاجه كانت فيه غلط. عمر كمال نزل لعب شويه عرضيات، ولكن عشان الدنيا فديت. انت لو كان محمد هاني كان مكانه كان عمل نفس الشغل، فانت خسرت تغييره ملهاش اي 30 لازمه، ملهاش اي 30 لازمه. الشوط الاول كانوا بيهاجموا على محمد هاني كتير ومركزين معاه، ومع ذلك كان بيطلع وبيهاجم. ده في لعبه محمد هاني طلع فيها عشان يعمل عرضيه مفيش حد جوه ال 18. يعني مفيش يا جماعه انسجام بربع جنيه، مفيش انسجام بربع جنيه خالص. وزيزو على طول لازق في صلاح، مش عارف ليه. يعني اول 60 70 دقيقه لازق في صلاح، بعدين ابتدى ياخد حريه شويه ويروح هنا ويروح هنا. لا لا، بصراحه اداء عشوائي جدا جدا من منتخب مصر، عشوائي جدا.
وده خلي بالك الاختبار الحقيقي اللي انا كنت مستنيه فيتوريا. كل اللي فات ده اي كلام، كل اللي فات ده اردم عليه واي كلام. مباراه موزمبيق النهارده هي دي كانت اكتر حاجه توضح لك قوه المنتخب، تبين لك اللعيبه دي منسجمه ولا لا، تبين لك كل واحد على حقيقته. وقد كان، وقد كان. لكن المجامله هي عنوان منتخب مصر حاليا. فين المجامله يا عم؟ حجازي مجامله، النني مجامله، محمد صلاح لما يكون سيء وما يطلعش مجامله. يعني حرام يبقى واحد في الفرقه ما بيعملش اللي عليه، واصوله ان هو افضل واحد. فلما افضل واحد مش بيعمل اللي عليه، خلاص انا هحاسب مين؟ انا هحاسب ده ولا هحاسب مين؟ خلاص احسن واحد ما بيعملش اللي عليه، خلاص خلصت القصه، خلصت. النهارده جايب فيديو بكام صوره بتبين لنا احنا فين. يعني عايز اوريكم لقطات وحالات بتبين احنا فين. بس كده، تعالوا نتفرج ونرجع لبعض تاني. تعالى نخش على الهدف الاول وجماله. جماله من مين؟ من مصطفى محمد. استلام ولف ودوران وتسديد، حاجه بامانه عظمه. طبعا قلشت من محمد صلاح، والاسيست اتحسب لمحمد صلاح كالعاده يعني. هدف جميل جدا من مصطفى محمد، جميل جدا يعني بصراحه. عماد متعب اللي يشوف يقول لك بس ده عماد متعب رجعه. اللعبه دي خطر جدا جدا من محمد عبد المنعم. شايف الشناوي طالع وبيديها له. اللعبه دي كان وارد يحصل فيها خطأ، كان وارد. هنا مصطفى محمد منطلق، دي اللعبه اللي سددها. كان نفسي تريزيجيه يبقى جنبه، لكن انا هوريكم فين دلوقتي تريزيجيه، اصبروا معايا. حتى مصطفى محمد زنق نفسه هناك، كان ممكن يوجه نفسه للمرمى احسن من كده. سد التسديده قويه جدا، لكن هو خلاص الحارس قافل الزاويه، فصعب تعدي يعني. بص هنا تريزيجيه لازق في محمد صلاح، مش فاهم ليه، مش فاهم ليه. مهما كان اللعب خلى اللعيبه تبعد عن بعضها، مش كده. هنا محمد صلاح، بص المساحه دي فاضيه ازاي. محمد صلاح واحد على واحد مش عارف يعدي، ودي على طول في المنتخب، على طول في المنتخب. ده بس للناس اللي بتقول لك ايه، محدش بيلعب له ومحدش بيعمل له. تعال بص اللعبه دي، الراجل استلم ومية مية، لكن بص بقى واحد اتنين تلاته واقفين، وده واقف لوحده اللي معاه الكوره سدد، وكان ممكن يريحها للي قدامه ويسدد برضه، والتلاته واقفين بيتفرجوا. نفسي زيزو يتحرك كده، نفسي زيزو يتحرك كده. حتى هنا لما نزلت اتريحت تريزيجيه وسددها تسديده سيئه جدا، تسديده سيئه جدا جدا. لو في رؤيه وتحرك كانت تتسقط كده وزيزو يخش هنا هدف، هدف. حاجات بنشوفها في اوروبا بمنتهى السهوله بتتعمل، مش صعبه، الكره مش صعبه والله. بصوا تريزيجيه سدد تسديده حتى سيئه جدا جدا، رجع ظهره لورا ووقع وحالته حاله وهو بيشوط، حالته حاله. بص هنا الراجل ده بيلعب ازاي ورا محمد هاني، بصوا. هنا طبعا عرضيه اتلعبت، وبص ده خطف ازاي محمد حمدي. لعيبه بصراحه متواضعه جدا، لعيبه منتخب مصر متواضعه جدا. الراجل خطفه واتحطت، لكن الشناوي طبعا ايه كان موجود. بص كل ده واقف بيعمل ايه، ما علينا. هنا زيزو لازم في محمد صلاح، طب وبعدين؟ هو انا مش فاهم، مره تريزيجيه ومره زيزو، هو ايه بودي جارد؟ طب مين بيتحرك هنا؟ مين منطلق في الحته دي؟ اتلعبت اي كلام طبعا من تريزيجيه، وتحرك يعني من مصطفى محمد اهو، تقضيه واجب. لكن مين بيتحرك؟ تريزيجيه؟ لا مش تريزيجيه، هنا زيزو لازق في محمد صلاح، طب وبعدين؟ ومحمد هاني هو اللي متقدم هنا، طب ازاي طيب؟ حتى صلاح لعبها اي كلام، محدش ضاغط عليه برضه اهو، محدش ضاغط عليه اهو، اي كلام وراحت لمنتخب موزمبيق. بص هنا بقى لما ابتدى النني وزيزو يرجعوا، ده يرجع وده يضم شويه، الهجمه انتهت، انتهت الهجمه، بصوا انتهت. لما كل واحد بيعمل اللي عليه الموضوع بيختلف خالص. هنا تريزيجيه وبرضه زيزو لازق في محمد صلاح، طب وبعدين يا جماعه في القصه دي؟ وبعدين؟ وحتى تريزيجيه ما عرفش يعدي. مين بقى يجي من الحته دي كده في الخباثه ده؟ لو تريزيجيه عدى اساسا مين يجي؟ مفيش. حتى لو حد راح ممكن حد يشجع تريزيجيه ويلعب عرضيه كويسه، لكن مفيش. هنا محمد هاني
بيعمل عرضيه لمين؟ طبعا ورا زيزو، وده مصطفى محمد. فين اللعيبه؟ اما محمد هاني طالع لحد هنا، انتوا فين كلكم؟ كلكم فين؟ بص بدايه الشوط الثاني اتسقطت فين. بص هنا الهدف ده احمله لمحمد عبد المنعم 100%. 100%. الكره بتتلعب عرضيه، انت المفروض هنا واقف اول واحد حائط صد. ازاي الراجل ده يخش بينكم انت وحجازي؟ ازاي؟ ازاي؟ ما اعرفش. دخل كده واتسحب بينهم وحطها قويه جدا. طبعا الشناوي راح معاها ولمسها بايده، لكن دخلت برضه. بصوا انت محمد عبد المنعم المفروض تبقى واقف تعمل جامب وتوقف اي حاجه. متعالي على الكوره والله يا جماعه، بيتعالى على الكوره والله. هنا برضه كوره ميته، بس انت سايب ليه مكانك؟ ما الاتنين موجودين اهو. محمد عبد المنعم برضه محمد عبد المنعم. هنا تسديده من محمد عبد المنعم. طب ما تلعب هناك. مفيش افكار يا جماعه، مفيش افكار، مفيش فنيات، مفيش اي حاجه. سقط هناك لعمر كمال عشان يجري. مفيش اي حاجه. بص هنا الهدف محمد عبد المنعم. طالع ليه من مكانك؟ طالع ليه من مكانك؟ طبعا جبتها لكم كذا مره عشان يبقى الكلام ايه، مش عشوائي. دي ايه اتعملت 100 مره. طالع ليه من مكانك؟ طلع من مكانه. طبعا حجازي اتكشف وباع نفسه حجازي في التاكلينج اللي عمله، وهدف. هدف حلو جدا طبعا. هنا تسديده من زيزو. طب هو ممنوع حد يتحرك كده او كده؟ يعني ممنوع حد يجي في ظهر المدافعين دول بالعرض ويضرب تسلل ويفتح مفتاح لعبه قوي جدا؟ طبعا تسديده طالما ما جاتش هدف او ما جاتش في المرمى بالنسبه لي ملهاش لازمه. هنا تسديد امام عاشور، نفس القصه. نفس القصه. مين يتحرك يا جماعه في المساحات دي؟ مين؟ هنا طبعا ضربه الجزاء اللي هي انا بعتبرها هديه من السماء. هديه. حتى ضربه الجزاء خبطت في العارضه ودخلت. هدايا. هدايا ربانيه عشان نكمل في البطوله اللي احنا، انا شايف من وجهه نظري ما نستحقش نكمل فيها. اي نعم، انا شايف البطوله دي من اول مباراه شفتها ما نستحقش نكمل فيها. لكن هنشوف قدام غانا ايه اللي هيحصل. وقدام بقى ده بقى الماتش القوي بجد. ده هيبقى ماتش الموسم لفاتوريا. كاب فيردي او الراس الاخضر. المنتخب ده يا جماعه شفت ليه لقطات قدام غانا. منتخب حلو. منتخب كويس. ممكن يجي يومنا ويبقى مثلا مريح لعيبه. يبقى ضمن مثلا الصعود ولا حاجه ومريح لعيبه. يبقى مش في يومه. لكن هو في الاساس منتخب كويس. هتعمل ايه قدامه الله اعلم. طب شفنا ايه من الصور اللي احنا شفناها؟ شفنا فيه تخاذل للعيبه كتير. تقريبا معظمها او كلها. تقريبا معظمها او كلها. قصه بقى ان زيزو لازق في محمد صلاح على طول ليه؟ مش فاهم. طب فين فتح اللعب؟ فين؟ يعني نفس القصه برضه مثلا في الاهلي كده برضه. نفس القصه في الاهلي برضه. بتلاقي اتنين لازقين في بعض وسايبين حته كبيره فاضيه ما تتحركوا فيها يا جدعان. انفصلوا كده عن بعض وتحركوا، اعملوا تحركات. اي دفاع مهما كان قوي بيتخلخل. اداء غريب ولاعيبه غريبه ومدرب غريب وتغييرات غريبه. وحاجه بصراحه 100 100. 100 100. تنصحنا بايه يا عم في ماتش غانا؟ ده الكلام ده بقى ليه؟ فيتوريا. انصحك تفتح مساحات للهجوم. يعني طمع الفرقه فيك شويه، ارجع ورا شويه واعمل تمريرات في نص ملعبك شويه. وافتح الملعب قدام لان صلاح بيحب المساحات. تريزيجيه بيحب المساحات. فاديهم المساحات. اديهم المساحات. امام عاشور انصحك نصيحه لفيتوريا لعبه اساسي. لعب امام عاشور اساسي. نصيحه تانية مروان عطيه حطه اساسي في كل الماتشات. لان ستايل مروان عطيه انت محتاجه. الضغط القوي القوي جدا اللي بيفسد هجمات المنافس. النني مفيش فيه الميزه دي. حمدي فتحي ما بقاش كده. حمدي فتحي شفته النهارده اداؤه ما عجبنيش بصراحه. ولا ضغط ولا تركيز ولا اي حاجه. حتى لو بيلعب في يعني مديله حته زياده. ولو تريزيجيه النهارده ما عجبنيش جدا خالص خالص.
مصطفى محمد لا كان شغال برضه زفت برضه بس شغال. صلاح ما عجبنيش خالص خالص، ما بيحاولش حتى. يعني حتى انت ممكن تحاول وعشان انت يعني مالكش مزاج ما توفقش، لا ما بيحاولش اصلا ما بيحاولش يجري، ما بيحاولش يعمل، لا مش في دماغه القصه مش في دماغه. عمر مرموش لما نزل برضو، وده بقى يرجعك لقصه اختيارات اللعيبه. حسين الشحات كان لابد يكون موجود. النهارده الدنيا كلها شبه بعضها، وي 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 مصطفى فتحي كان حل من الحلول. مصطفى فتحي عنده حلول فرديه بتوصل، مفيش. نزلت كوكا عشان يتلعب له عرضيات. طب انت لعبت عرضيات عملت ايه؟ ولا اي حاجه. ده بقى يرجعك لفكره ان ايه، انا هحط مهاجمين والعب عرضيات، اداء عشوائي بحت، اداء عشوائي صرف. فين التحركات؟ فين التسديدات الكويسه؟ فين التحركات اللي هو مثلا ايه، نبقى كلنا واقفين على اول ال 18 ويجي الباك او جناح يخطف ورا المدافعين وتتلعب له تسقيطه كده؟ فين كل ده؟ فين كل ده؟ انا شايف مش هنكمل في البطوله دي، بس اتمنى ما نطلعش من دور المجموعات عشان هيبقى الشكل سيء جدا. لعيبه وقيمه تسويقيه عاليه وليفربول والارسنال ومش عارف مين، وفي الاخر يبقى ده الشكل. لا طبعا شكل غير مرضي خالص خالص. بس انا واحد من الناس متوقعه، عشان انا عارف اللعيبه دي يطلع منها ايه، وعارف فيتوريا ورامي ودنه لبقى وكيل لاعبين، لشركات تسويق، لحد في اتحاد الكوره. لا، في ظلم في التشكيل وفي القايمه، ولا مفيش عدل، مفيش اي عدل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا علامه الجرس في قناه اليوتيوب، ونتقابل في ماتش غانا. نتقابل في ماتش غانا. السلام عليكم.